أهلا بكم يا أصدقائي مع دور بين اثنين من أبطال العالم الروسيين كاسباروف وكرامنيك، وهذا الفيديو هو الأول من اثنين بين نفس البطلين. سترى في أولهم كيف فاز كرامنيك وكيف تلقى كاسباروف أقصى هزيمة في حياته، بينما الفيديو القادم سنرى كيف رد كاسباروف الصاع صاعين. ولكن الآن هيا نرى كيف تألق كرامنيك وفاز على كاسباروف بجدارة. كاسباروف بالأبيض وبدأ دي 4 ورد كرامنيك دي 5 سي 4 جنبية الوزير، سي 6 جنبية الوزير المرفوض الدفاع السلافي، نايت سي 3 نايت اف 6 نايت اف 3 اي 6 دخلنا في الدفاع نصف السلافي، اي 3 نايت دي 7 بيشوب دي 3. وهنا كما هي العادة الاسود بياخد على السي 4 بتنبو على الفيل، والفيل اخد بي 5 طالب الفيل، وده بيسمى تفريع ميران، والفيل تراجع. ودلوقتي الموقف ده اتكرر آلاف المرات. فكرة الاسود هو لعب السي 5، ولو استطاع ان يلعبها بنجاح هيحرر دوره ويخرج الفيل ذو المربعات السوداء وايضا فيل المربعات البيضاء، ودور الاسود تحرر. لكن حاليا لا يستطيع لعبها والا هيسقط بيدا البي 5، ولذلك بدأ ببيشوب بي 7، وده بيسمى تفريع واد كسل اي 6 بيحمي بيدا البي 5، ودلوقتي مستعد للعب السي 5. والابيض فكرته اما منع السي 5 او لو الاسود نجح في لعبها يستطيع هو ان يقوم بهجوم مضاد ويكون له المبادرة، ولذلك اي 4 وبيتمدد في الوسط. والاسود اخيرا لعب سي 5 وحصل على ما يريده، والابيض ايضا كمل دي 5 وحصل امام ذلك على المبادرة، وبيهدد باخذ بيدا الاي 6، ولو الاسود اخذ هياخد ويفتح العمود، ولذلك سي 4 طالب الفيل، والفيل تراجع كوين سي 7. وهنا الابيض بيلعب اما البيشوب جي 5 او ربما الروك اي 1، لكن كاسباروف كان محضر مفاجأة ولعب نايت دي 4. ودي نقلة جديدة حضرها كاسباروف خصيصا لهذا الموقف للمحافظة على المبادرة، ودلوقتي بيهدد بالاخذ على الاي 6. وكرامنيك بعد تفكير لعب النقلة الرائعة نايت سي 5 بيحمي بيدا الاي 6 بل وبيضغط معه الحصان على بيدا الاي 4، والابيض لا يستطيع الاخذ. ولكن كاسباروف كان محضر البي 4 طالب الحصان، والحصان لو تراجع هياخد بيدا الاي 6 بسعادة، ولذلك لابد من اخذ البيدا بالمرور. وكاسباروف اخذ بيهدد مرة اخرى البي 4، ولذلك بي 4 بيمنع البي 4 من الابيض وبيهدد الحصان، والحصان ذهب للاي 4. نقلة قوية بيهدد باخذ الحصان، وبعد التخلص منه هياخد على المربع اي 6 ويحاصر الملك في المنتصف، والابيض دوره افضل بالتأكيد. ولكن بتحرك الحصان البيدا اي 4 اصبح غير محمي كافيا، والاسود اخده، وبعد التكسير والاخذ بالحصان كاسباروف لعب سعيدا دي اي 6 استرد البيدا بل واصبح له هجوم خطير للغاية. طالب ياخد على الاف 7 بتشيك، والاسود بالطبع لا يستطيع الاخذ والا هياخد بالحصان ودور الاسود هينهار. ولذلك كرامنيك استمر في التعبئة ببيشوب دي 6 وبيكون بطارية مع الوزير، وطالب ياخد على الاتش 2 بتشيك، لكن كاسباروف لا يبالي وضرب ضربته واخد على الاف 7 بتشيك،
ووصلنا الموقف في منتهى الاشتعال. الاسود له 3 اختيارات: اما يتحرك بالملك، ودي هتكون كارثية لانه هيتلقى الشوكة الملكية بنايت E6 تشيك ويفوز بالوزير، بينما الاختيار الثاني ياخد بالملك، وهنا الابيض هيكمل بكوين H5 تشيك ودور الاسود هينهار، ولذلك مجبر على الاخذ بالوزير. لكن النقلة دي هتعرضه لفقدان قطعة لان الحصان على عمود الملك، ويكفي للابيض لعب الروك E1 ويربط الحصان، والنقلة القادمة F3 ويفوز بيه. وبالفعل كاسباروف لعب F3 طالب الحصان، والحصان لا يستطيع التحرك. فمثلا اذا ذهب للC5 الابيض هيفوز فورا بنايت F5، طالب ياخد الفيل بشوكة ملكية، واذا الوزير اخذ الحصان الابيض هيكتفي باخذ الفيل، بيهدد الحصان وبيحاصر الملك، والنقلة القادمة هيلعب روك E1 تشيك والملك هيتلقى المال، بينما الفيل لا يستطيع التراجع والا هياخد بالحصان. وبالطبع لو اخذ بالوزير الروك E1 هتربط الوزير على الملك والابيض هيفوز، بينما لو اخذ بالملك هيفقد قطعة وهي الحصان والابيض هيفوز ايضا. ولذلك الحصان لم يتراجع، انما كرامنيك لعب النقلة الرائعة كوين H5 وبيهاجم مع الفيل بيدا H2 وطالب ياخده بتشيك ميت، والموقف ازداد اشتعالا، فلابد للاسود ان يفقد مادة، ولكن متى يأخذه الابيض فهو لا يستطيع الاخذ حاليا، والا هتكون نقلة كارثية وهيخسر بعد كوين H2 تشيك كينج F2، وهنا الاسود هيبيت بتشيك. وبعد هذه النقلة لا يوجد انقاذ لملك الابيض، فاذا ذهب للE3 هياخد بيدا الG2 طالب الرخ، وكذلك طالب ياخد على الE4 بتشيك، وفي كل التفريعات الاسود هيفوز. اذا لا يستطيع اخذ الحصان حاليا، والنقلة الوحيدة هي الG3 بيدافع عن بيدا H2، وهنا كرامنيك اخطأ وقام بالتبييت، وبعد ان كان التبييت هو النقلة الفائزة اصبحت النقلة السيئة، وهنعرف ليه بعد قليل. كان الافضل للاسود المحافظة على المبادرة بتضحية الحصان طالب الرخ، ولابد من الاخذ، وهنا فقط يستطيع التبييت لان الرخ مع الوزير والفيل بيكثفوا الضغط على بيدا F3 وبيهدد بالاخذ على الG3 والمات في الطريق. وربما افضل نقلة للابيض هي الدفاع بروك A2 والرخ بيحمي المربع، وهنا الاسود يستطيع الاستمرار في المبادرة رغم التخلف المادي بنقلة زي البيشوب G3 او ربما الروك D8، والابيض عليه الدفاع الصلب لمدة طويلة، لكن الاسود لديه المبادرة. ولكن كرامنيك اغفل تضحية الحصان وكمل بكسل، ودي نقلة سيئة وهنعرف لماذا. على اي حال كاسباروف هنا اخذ الحصان ببساطة واصبح متقدم بقطعة، لكن الاسود ما زال معاه المبادرة وكمل بكوين H3، والنقلة دي قوية لانه بيهدد بالاخذ على الG3 طالب المات، ولا يوجد افضل من اخذ الفيل، لكن الوزير هياخد بتشيك، وبعد كينج H1 هيلعب بيشوب E4 تشيك والملك هيتلقى المات. اذا ربما التبييت نقلة صحيحة، ولكن بعد الدور ثبت انها نقلة سيئة لان كاسباروف له الدفاع القوي بكوين E2، والنقلة دي بتدافع عن البيدا E4 وكذلك بتدافع عن البيدا H2، وهي ليست فقط نقلة دفاعية
انما هتأهله للفوز، لان افضل تكملة للاسود هي لعب البيشوب جي 3. طالب ياخد بالفيل على الاتش 2 بتشيك، والوزير لا يستطيع الاخذ والا هيترك الرخ بتشيك ميت. ولكن النقلة اللي اغفلها الاتنين هي الدفاع الرائع بنايت F5، وبكده الابيض يتخلص من كل متاعبه. فهو طالب ياخد الفيل وفي نفس الوقت اغلق العمود بين الرخين، والاسود لو اخد هياخد بالوزير ببساطة، والابيض في طريقه للفوز. ولكن للأسف كاسباروف لم يرى هذه النقلة وكمل بالنقلة السيئة نايت F3. صحيح بيغلق العمود وفي نفس الوقت بيحمي البيدق، لكن هذا الدفاع لا يكفي، لان كرامنيك استمر في تهديده ببيشوب F3. طالب يتخلص من الحصان الحامي الوحيد لبيدق الH2، لكن هنا ايضا وبعد الدور وجد ان الكوين E2 هي افضل دفاع، ليس للفوز بل ربما للمحافظة على الملك، والدور معرض لكل الاحتمالات. لكن مرة اخرى كاسباروف اغفل النقلة كوين E2 لانه كان محضر النقلة التي كان يعتمد عليها كثيرا نايت C5. كاسباروف بالنقلة دي بيحمي بيدق الE4 وفي نفس الوقت عاوز يتخلص من الفيل الشرس، لكن كرامنيك اثبت ان هذه النقلة ليست كافية للدفاع وكمل بالنقلة الفائزة درجة الصعوبة 8. اخذ الحصان الحامي الوحيد لبيدق الH2، وكاسباروف بالطبع لا يستطيع الاخذ بالوزير والا كوين H2 تشيك ميت، ولذلك اخذ بالرخ وبيعمل مربع هروب للملك. وبالفعل بعد كوين H2 تشيك كينج F1 هنا جاءت نقلة تأكيد الفوز الرائعة. كرامنيك أكد فوزه بنقلة رائعة بيشوب C6. أولا بيهرب بالفيل من الأخذ، ثانيا وهو الأهم الفيل بيهدد بالذهاب للبي 5 بتشيك، ودي هتكون كش قاتلة. بينما لو الأبيض أخذ الفيل هتكون أيضا نقلة سيئة، لأن الأسود هيجيء برخ الآخر بتشيك ولابد من التغطية بالرخ. وهنا كوين H1 تشيك هتنهي الموقف، لأن الملك لو ذهب للF2 هيخسر وزيره، ولذلك لابد من الذهاب للE2. وهنا كوين F3 تشيك، والملك لو تراجع هياخد المات بكوين F2 تشيك ميت، ولذلك لابد أن يذهب للD2. وهنا روك D8 تشيك هيفوز بالوزير ويفوز بالدور. إذن لا جدوى حتى من أخذ الفيل، وكاسباروف لم يجد أفضل من البيشوب G5 بيمنع الروك G8 اللي أنهت الموقف، ودلوقتي مستعد لأخذ الفيل، ولكن لا يوجد وقت بعد بيشوب B5 تشيك نايت D3، والرخ بدلا من الذهاب للD8 ذهب للE8. طالب ياخد بيدق الE4، والدفاع الوحيد لكاسباروف هو الروك A2 على اساس ان الوزير لو اخد الرخ هياخد الفيل. لكن هنا الاتنين اغفلوا مات لكرامنيك في 4 نقلات. هل تستطيع ان تعاونه؟ درجة الصعوبة 8. كرامنيك هيعطي المات في 4 نقلات ببيشوب D3 تشيك، والملك بالطبع ليس له اي مربع ولابد من اخذ الفيل. لو اخذه بالوزير هيتلقى المات بكوين H1 تشيك كينج E2 كوين E1 تشيك ميت. بينما لو اخذ بالرخ هيتلقى المات بكوين H1 تشيك كينج E2
كوين جي 2 تشيك، ولا يوجد غير الكينج اي 3 والمات بالرخ بتشيك. ولكن كرامنيك لم يجد هذه المات وتعلل بانه كان تحت ضغط الوقت، لكن كمل بالتكوين الفائزة كوين اتش 1 تشيك، كينج اي 2، روك اي 4 تشيك، كينج دي 2، كوين جي 2 تشيك، كينج سي 1، وهنا اخد الرخ، والابيض اخيرا اخد الفيل، لكن الملك لم ينجو بعد كوين اي 1 تشيك، كينج سي 2، كوين سي 3 تشيك، كينج بي 1، وهنا جاءت النقلة الأخيرة. كرامنيك أنهى الدور بروك دي 4. طالب الحصان المربوط على العمود وعلى الصف ومطلوب ب3 قطع، ولا يستطيع الأبيض حمايته، ولابد أن يقف ساكنا ليتلقى المات، ولذلك كاسباروف سلم. وإلى اللقاء في الفيديو القادم. في هذا الموقف كاسباروف بالأبيض، فما هي نقلته الفائزة؟ إذا لم تعرفها انتظر الفيديو القادم لترى الحل. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.